كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص قرب يخلص والعيد بتاعنا خلاص على الأبواب. تعالوا بقى نعمل العجمية وتعالوا نشوف ازاي نطلع أحلى عجمية بمقادير مظبوطة. وامتى تعرفي ان العجمية كده خلاص استوت على النار، وازاي كمان سر من الأسرار ازاي ما تنشفش منك داخل الكحك بتاعك وانتي بتسويه في الفرن. شايفين الجمال؟ شوفوا الفيديو وتابعوه للآخر عشان تعرفوا التركات اللي انتوا المفروض ما تقعوش فيها وانتوا بتعملوا العجمية بتاعتكم. طبعا لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي هدير، ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو. هنجيب طاسة على النار، يفضل ان تكون الارضية بتاعتها بيضة علشان الدقيق، لون الدقيق اللي احنا عايزين نوصل له يكون واضح معاكي ما يتحرقش مني. هنحط كده حتة سمنة محترمة في الطاسة بتاعتنا، ويا ريت بقى لو تكون بقى سمنة بلدي، يا سلام، حاجة كده تحفة هتدينا ريحة بقى وطعم ملوش حل. هننزل على السمنة ب4 معالق من الدقيق. الدقيق اللي انا استخدمته هنا دقيق لكل يعني لكل الاغراض، يعني للمعجنات وللخبز لكل شيء، مش دقيق يعني معين للكحك او لا، لكل المخبوزات. هنا دوبت الدقيق كويس جدا مع السمنة، وبدأت ان انا اقلب فيه زي ما باين عندكم في الفيديو. انا هنا مسرعة الفيديو، وانتي طبعا بتعملي الدقيق الخطوة دي على النار، تخلي بالك جدا علشان الدقيق هنا بيكون سخن وبيبتدي يفور معاكي زي ما باين عندكم في الفيديو. شايفين ده اللون اللي انا عايزاه. هنزل عليه ب3 معالق من السمسم. السمسم اللي انا استخدمته المرة دي ده السمسم مش متحمص، سمسم ابيض. لو عندك متحمص هيتحط في الاخر خالص واحنا بنقفل على العجمية. هبتدي هنا انزل بكوباية من العسل، عسل اي نوع عسل نحل انتي بتفضليه، كوباية تكون من كوبايات الشاي اللي احنا بنشرب فيها. وزي ما بين عندكم انا بنزل واحدة واحدة علشان الفوران اللي بيحصل ده ما يحصلش مرة واحدة ويفور كله ويطلع على ايدك لا قدر الله. هتبدأي بقى ايدك تقلب فيها وهي بتبتدي تتقل. شايفين الفقاقيع بدأت تزيد وابتدت هنا القوام بتاعي يتقل اهو. المرحلة الجاية هنا شايفين بدأ يتقل القوام معايا والفوران بيزيد وبدأت تتقل. اول بقى ما تبتدي تتقل معايا هنزل بنص كوباية من المكسرات. انا هنا استعملت جوز اللي هو عين الجمل وبيكان، مش متوفر عندك عادي جدا، اكتفي بالسمسم. وافضلي قلبي فيها لحد ما هقولك امتى بالظبط تبدأي تقفلي عليها. شايفين بدأ القوام يلف معايا ويتقل، خصوصا بعد ما نزلت بالمكسرات بتاعتنا. شايفين القوام مش بينزل بسرعة من على المعلقة بتاعتنا، شايفينه كده؟ يبقى احنا وصلنا لدرجة السوى المظبوطة. ببتدي ان انا اقفل وارفعها من على النار. طيب في حالة ان القوام ملفش معايا ولسه الخليط سائل، معنى كده ان الدقيق ان العجمية لسه محتاجة دقيق، مش هينفع نحطه في المرحلة دي. هنعمل ايه؟ هندوبه في شوية سمنة بره ونبتدي نحطه على الخليط ونلفه وبعدين نشيله من على النار. العجمية المظبوطة لازم بتكون بتقطع معاكي مش بتمط، بتقطع مش بتمط. بتمط معنى كده ان اول ما هتحطيها جوه الكحك هتنشف في الفرن وهتبوظ الكحك بتاعنا. لازم تكون بتقطع، عشان كده قلتلك العجمية مش بتقعد كتير على النار في السوا. ودي كانت نهاية الفيديو بتاعنا. يا رب تلتزموا بكل المقادير المظبوطة وطريقة السوا، هيطلع معاكم احلى عجمية. باي باي.